بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقاتنا في برنامج عيون الرياضة. أتمنى أن البرنامج يعجبكم والقناة كلها تعجبكم. أسرة القناة كلها يعني بترحب بكم وبتتمنى لكم مشاهدة ممتعة. برنامجنا عن هنعمل كل أسبوع تقرير أسبوعي بأهم وأحدث الأخبار الرياضية المصرية والعربية والعالمية. معانا أول أخبارنا النهاردة نتكلم عن منتخب مصر. منتخب مصر بيلعب في دورة حوض النيل. دورة حوض النيل مكونة من 7 فرق. ال7 فرق مصر موجودة في المجموعة الأولى مع تنزانيا وأوغندا وبوروندي. دورة حوض النيل زي ما حضراتكم عارفين حوض النيل مكون من 9 دول، فهم 7 دول المشاركين في البطولة دي. مصر كانت لعبت أول مباراة أمام تنزانيا وفازت 5-1، نتيجة كبيرة جدا. وتاني مباراة كانت مع أوغندا في استاد الإسماعيلية وفازت بصعوبة بهدف لمحمد ناجي جدو مقابل لا شيء. كده رصيد مصر في المجموعة الأولى، هي أول المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. هي ضمنت التأهل للدور الثاني لتلاقي أول أو ثاني المجموعة الثانية على حسب المباراة الثالثة اللي هتحدد إذا كانت أول أو ثاني المجموعة. بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر ان هو يستفيد من دورة حوض النيل استعدادا للمباراة الهامة، مباراة جنوب افريقيا في جوهانسبرج. المباراة دي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي هتقام في غينيا الاستوائية والجابون 2012 إن شاء الله. يا رب نكون نستفيد منها كويس. كابتن حسن شحاتة هيستعين بناس وجوه جديدة زي إبراهيم صلاح وزي محمد نجيب. أيضا شيكابالا انضم للمعسكر وللفريق وانسجم معهم وبدأ ان هو يدخل في جو المنتخب. وان شاء الله بالتوفيق للكابتن حسن شحاتة والجهاز المعاون والمنتخب. ايضا بالنسبة لمنتخب مصر الاولمبي، منتخب مصر الاولمبي كان بيلعب مباراة مع جنوب افريقيا في جوهانسبرج، مباراة ودية ايضا، وفاز بنتيجة 2-1 المنتخب الاولمبي بقيادة الكابتن هاني رمزي. ايضا منتخب الناشئين كان عنده مباراة هامة جدا في افتتاح مشواره في بطولة الامم الافريقية، منتخب الناشئين تحت 17 سنة، وقدر ان هو يفوز في اول مباراة بصعوبة على السنغال 2-1. كانت مباراة قوية جدا. كان متأخر بهدف وقدر ان هو يتعادل ويتقدم مرة تانية، واول 3 نقاط مهمين جدا على فكرة في مشوار منتخب الناشئين. ايضا معانا الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن ان شاء الله بطولة الدوري العام هتبدأ. الدور الثاني هيبدأ يوم 28 يناير القادم. طبعا هو الدور الاول هيخلص 21 يناير، والدور الثاني هيبدأ 28 يناير، ومباراة القمة بين الزمالك والاهلي هتبقى يوم 29 ابريل. ايضا عندنا اخبارنا الاسبوعية. عندنا بالنسبة للنادي الاهلي، النادي الاهلي تعاقد مع المخضرم الكابتن مانويل جوزيه البرتغالي مانويل جوزيه للمرة الثالثة، وبيعاونه بيدرو مدرب مساعد برتغالي ايضا، وفيدالجو مدرب احمال، واوسكار مدرب تقييم لاعبين. مثلا فلان ده جري قد كده، فلان ده كان باس الميس باس، مجرد تقييم معين بيستفيد منه على فكرة مانويل جوزيه، عشان في ناس بتقلل من المهنة دي على فكرة يعني مهمة جدا. إذن ال4 برتغاليين في الجهاز، ومعاهم الكابتن محمد يوسف مدرب، والكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير للكورة. ايضا اعلن النادي الاهلي عن استغنائه عن اللاعب اللبناني محمد غدار بعد ان قعد في النادي لمدة 6 شهور، ووجه له كل الشكر، وتم الاستغناء عنه عشان يفضي مكان في القائمة اللي معاه للعيبة الأجانب. هو مسموح لكل نادي في مصر ب3 لاعبين أجانب. الأهلي معاه فرانسيس دو اللاعب الليبيري، وأيضا معاه أمير سعيود اللاعب الجزائري، فاستغنى عن غدار للتعاقد مع مهاجم أفريقي كان دخل في مفاوضات مع النادي الأفريقي التونسي على اللاعب محمد تراوري.
ولكن الصفقة كانت وصلت للمراحل الأخيرة، وكان الكابتن عادل القيعي وصل لتونس عشان يخلص الصفقة، ولكن دخل في الصفقة نادي سيون السويسري وخطف اللعيب من الأهلي، وأعلن إن هو تم التعاقد رسميا مع اللاعب محمد تراوري. أدار النادي الأهلي الاتجاه إلى اللاعب النيجيري بانتلي، لعيب كويس قوي بانتلي، بيلعب في جرينلاند النرويجي، ممكن يكون له مستقبل كبير قوي مع النادي الأهلي لو الصفقة تمت. ايضا بالنسبه للنادي الاهلي عندنا المصابين، اللاعبين المصابين، كابتن احمد حسن كابتن منتخب مصر وكابتن شريف اكرامي، الاثنين اعلنوا ان هم هيرجعوا للملاعب مره ثانيه بعد شهر ونص، يعني في بدايه شهر 3 باذن الله او اواخر شهر 2 هيعودوا للملاعب مره ثانيه، يرجعوا لنا بالسلامه باذن الله. بالنسبة لنادي الزمالك ومئوية نادي الزمالك، طبعا احنا في عام 2011 هو مئوية نادي الزمالك السنة دي. الزمالك يعلن عن مؤتمر صحفي في يوم الخميس القادم ان شاء الله، مؤتمر صحفي هنعرف منه مين اللي هيحيي حفل المئوية، ومين اللي هيقوم، مين الفريق اللي هيلاعب الزمالك في المباراة دي. كان في كلام عن ريال مدريد، وكان في كلام عن اي سي ميلان، لسه ما نعرفش فين كل ده. نادي الزمالك هيحدد الفريق اللي هيلعبه، وايضا اللي هيحيي الحفلة، ومعلومات كتير جدا عن تنظيم حفلة المئوية. يوم 5/1 الماضي كان الزمالك كمل 100 سنة، الحفلة ان شاء الله هتكون يوم 6 فبراير القادم. بالنسبة للتعاقدات في نادي الزمالك، نادي الزمالك كان بيفاوض اللاعب الدولي احمد حسام ميدو، لاعب اياكس السابق، بعد ما تم فسخ عقده مع نادي اياكس امستردام الهولندي. ميدو ما رفضش عرض الزمالك، لكن كان قصاده ايضا عده عروض جات له زي اندرلخت البلجيكي ونيوكاسل الانجليزي، وايضا في عروض اسبانيه لاحمد حسام. هو لسه ما حددش هو هيروح فين، لكن هو هيحدد خلال الايام القليله القادمه. ايضا نادي الزمالك صرف نظر عن لاعب الاسماعيلي المعتصم سالم واللاعب عبد الله الصداوي. معتصم سالم يا جماعه الزمالك كان طالب شراءه من النادي الاسماعيلي، ولكن النادي الاسماعيلي غالى في طلباته من وجهه نظر الزمالك، فالزمالك صرف نظر عن الصفقه خالص. وكان في حارس مرمى فلسطيني كان في نادي الزمالك للاختبار، ولكن برضو لم يقنع الكابتن حسام حسن، فتم توجيه جواب شكر وصرف النظر عن التعاقد معه. ايضا من اخبارنا ان في نادي بتروجيت كان طالب يتقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك لشراء اللاعب احمد جعفر، ولكن ونادي الزمالك يرد بصفقه تبادليه باللاعب السيد حمدي. يعني هو بتروجيت طلب احمد جعفر من الزمالك قال موافقين، بس تدونا في المقابل السيد حمدي. ايضا نادي المصريه للاتصالات اللي بيلعب في دوري الدرجه الثانيه او الممتاز ب، كان ليه 100,000 جنيه عند الزمالك في صفقه احمد جعفر اللي هي اتعملت بدايه الموسم الماضي. نادي الزمالك ليه 100,000، نادي المصريه للاتصالات ليه 100,000 جنيه، فنادي الزمالك بعت الناشئ مصطفى حجاب اعاره للاتصالات ب 100,000 جنيه عشان يرد ال 100,000 جنيه اللي هم عايزينه. فكده دي فكره حلوه على فكره، اللي ليه فلوس عند حد يديله لعيب اعاره. وعندنا كمان خبر مهم جدا، اللاعبين عمر جابر واللاعب محمد ابراهيم لاعبين نادي الزمالك، في اقاويل بتقول ان شباب ريال مدريد عايزهم، لكن لسه لحد دلوقتي ما فيش اي عرض رسمي. والله الخبر ده يبقى مفيد جدا لو الاثنين دول راحوا فعلا لريال مدريد. هو طبعا ريال مدريد غني عن التعريف، احسن انديه العالم ان ما كانش هو الاحسن، بيضم لاعبين كبار جدا. هي بدايه لناشئين زي عمر جابر ومحمد ابراهيم للانطلاق في اوروبا كلها. ريال مدريد يا جماعه يعني بجد الصفقه دي لو تمت هتبقى شرف لكل المصريين ان احنا عندنا لاعبين زي عمر جابر وزي محمد ابراهيم.
ايضا بالنسبه لاخبارنا الرياضيه العامه، نكمل اخبارنا الرياضيه. عندنا برضو بالنسبه في التعاقدات رمزي صالح، الحارس الفلسطيني رمزي صالح، حارس مرمى نادي الاهلي والمريخ السوداني السابق، تعاقد رسميا مع نادي حرس الحدود لمدة 1.5 سنة. إذا رمزي صالح من بداية من الدور الثاني هيكون موجود مع نادي حرس الحدود. أيضا بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري، نادي الاتحاد السكندري يقترب من اللاعبين معتصم سالم واحمد الجمل لاعبي نادي الاسماعيلي ان هو هياخدهم 6 شهور على سبيل الاعاره. ايضا في خبر مهم جدا، في عندنا هنا في مصر نادي اسمه كاسكادا. النادي ده درجه رابعه، انشئ سنه 2010. النادي ده هيعمل يا جماعه استاد عالمي بتكلفه 360 مليون جنيه. استاد ضخم جدا هيبقى خاص بيه هو، نادي درجه رابعه سبق الاهلي والزمالك. هيعمل استاد في الطريق الصحراوي مصر اسكندريه، تكلفه 360 مليون جنيه. هو اتفق خلاص مع احد الشركات الالمانيه ان هو هيعمل الاستاد دوت، استاد بمواصفات عالميه. بالتوفيق لنادي كاسكادا، ونشوفه في الدوري الممتاز. عندنا ايضا بالنسبه لاخبارنا العربيه، بتقام الان فعاليات بطوله كاس الامم الاسيويه، والدوله المستضيفه هي قطر. قطر بتستضيف بطوله كاس الامم الاسيويه، يعني كامتحان صغير قبل بطوله كاس العالم 2022 اللي ان شاء الله هتنظم هناك. لكن قطر للاسف هزمت في المباراه الافتتاحيه من اوزبكستان بنتيجه 2-0، ويعني خساره كده في بدايه المشوار. كان برونو ميتسو المدير الفني لمنتخب قطر زعل عليها جدا، وقال ان الخساره مش من اللاعبين، الخساره من عندي انا. ايضا منتخب الكويت بطل خليجي 20 الاخيره هزم ايضا من منتخب الصين بنتيجه 2-0. خسارتين عربيتين في اول المشوار، واتمنى بالتوفيق لباقي الفرق العربيه وتعويض لقطر والكويت المباراه دي للصعود للدور الثاني. ايضا من اخبارنا العالميه في الدوري في كأس اسبانيا، نادي برشلونة الاسباني تعادل مع نادي اتلتيك بلباو 1-1 في كأس اسبانيا، وتأهل للدور الثاني بعد ما كان متعادل في الكامب نو بنتيجة 0-0، نتيجة سلبية. 1-1 في بلباو، اذا النتيجة في صالح برشلونة للصعود للدور الثاني. ايضا نادي ريال مدريد كان لعب العودة مع نادي ليفنتي وهزم 2-0، ولكن صعد ايضا للدور الثاني لانه كان كسبان في سانتياغو برنابيو بنتيجة 8-0. كانت طبعا نتيجة كبيرة جدا، صعب التعويض، وتأهل للدور الثاني. ايضا عندنا اخبار عن الدوري الانجليزي، نادي ساندرلاند فاز بصعوبة على نادي استون فيلا بنتيجة 1-0 بمشاركة اللاعب المصري احمد المحمدي. كل دي كانت اخبارنا النهارده، اخبارنا الرياضية في برنامجكم عيون الرياضة. اتمنى ان البرنامج يكون عجبكم، اتمنى ان الفكرة تكون عجباكم، اتمنى ان القناة يعني تكون المفضلة لديكم، وكل امنياتي انكم تكونوا بكل صحة وبكل سعادة. ونلتقي بكم الاسبوع القادم ان شاء الله مع برنامجكم عيون الرياضة. السلام عليكم ورحمة الله.